اسألني كده وقول لي هات لي مرة يا أحمد وأنت بتتعصب فيه، أو كنت في عز عصبيتك فيه وبتتخانق مع حد قريب ليك أو حد حتى لو مش قريب ليك، وخدت قرار إنك تتعصب وتهلفط بالكلام. وهات لي مرة يا أحمد ما ندمتش فيها. للأسف مش هلاقي. كل مرة كنت بغضب فيها وده بيهلفط بالكلام كنت بطلع خسران. بحمد ربنا إنها مرات قليلة في حياتي جدا. كان الواحد صغير في السن وأيام طياشة. فاللي عايز أقوله لك، الصمت وقت العصبية والغضب ده أجمل حكمة في الدنيا. لما تيجي تسألني نفس السؤال وتقول لي طب أنت في مرة وأنت غضبان ومتعصب من حد مهما كان اللي عمله، طبعا في حاجات، في ثوابت كده ما فيهاش انك تمسك اعصابك خالص، لكن طالما بعيد عن الثوابت دي اللي انتوا عارفينها زي الخيانه والحاجات، حاجتين ثلاثه كده بنبعد عنهم تماما.